الحمد لله حمدا حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى شفيع أمته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا بكم. مشاهدينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بإذن الله تعالى عن موضوع التوحيد، وسوف نتكلم عن ما هو التوحيد وأهميته وفضله وأبرز ما يمكن أن يمس الإنسان في هذا الدين. بداية شيخنا، ممكن أن نستفتح هذه السلسلة أو هذه الحلقة بسؤال: ما هو حق الله على العباد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سؤال ما هو حق الله على العباد يسبقه بطبيعة الحال أن يكون الإنسان عارفا بالله تبارك وتعالى. فمن جهل الله أو لم يعرف الله أو لم يعترف بالله سبحانه وتعالى وجحده وكذب به أو أنكر حتى وجوده، لا تستطيع أن تطرح عليه سؤال حق الله على العباد، لأن هذه مسألة مترتبة ابتداء على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وهذه طبعا تتناولها بشكل عام علوم التوحيد والعقائد والكلام من خلال الاستدلال العقلي والاستدلال كذلك بالفطرة والاستدلال بالمنقول من كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لأهل الإيمان المسألة واضحة وبينة، وهو أن الله سبحانه وتعالى موجود وقائم بذاته، وأنه الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء، حي لا يموت قيوم لا ينام. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا هو الخالق، وبالنسبة للكون كله والعالمين جميعا يعتبر مخلوقين. وفي عقيدتنا كذلك نفصل بطبيعة الحال بين الخالق والمخلوق، فلا نقول مثلا بالحلول ولا نقول بوحدة الوجود، ولكن نؤمن بأن الخلق خلق والحق حق جل جلاله. بالنسبة لمسألة حق الله على العباد، هذه ربما يعني نجدها في أوائل الأشياء التي يعني تدرج في كتب التوحيد، خاصة كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، عندما أورد هذا السؤال: حق الله على التوحيد وحق الله على العبيد. فحتى أيضا نفصل فيما هو الحق الله سبحانه وتعالى، لا بد أيضا أن نفهم معنى الحق في اللغة ومعناه كذلك في القرآن الكريم أو في الاصطلاح. فالحق عموما في لغة العرب هو خلاف الباطل، ابتداء هو خلاف الباطل، والباطل هو الزائل، الباطل هو الزائل والحق هو الثابت. إذا قلنا حق معنى هذا ثابت، وإذا قلنا حق معنى هذا لازم، وإذا قلنا حق معنى هذا واجب، وإذا قلنا حق كذلك معنى هذا صحيح، وإذا قلنا كذلك حق معنى ذلك هو اختصاص. فأنت تقول هذا حقي، أي هذا من اختصاصي، أي يخصني أنا، يعني صحيح. هذا الشيء من حقوقي أو من حقي، فهذا من اختصاص. فأنت تقول هذا قلمي، أنا هذا اختصاص لك. ملكية.
أي نعم. وبالتالي لما نتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى على العباد بمعنى الشيء الثابت له سبحانه وتعالى لا يحق أن يشاركه فيه أحد، ولازم وواجب وصحيح وصادق على العباد، ومن اختصاص الله سبحانه وتعالى هو أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد، وهو أعظم حق بلا شك، يعني لا يتقدم هذا الحق شيء، لأن التوحيد هو أصل هذا الدين. ومن لم يوحد الله سبحانه وتعالى فإن يكون بذلك قد خرج ابتداء أصلا من دائرة التوحيد، وبالتالي وقع فيما يمكن أن نسميه شركا أو نسميه كفرا أو نسميه نفاقا، على كل بحسب الحالة التي هو خرج فيها من دائرة التوحيد. فحق الله سبحانه وتعالى على العباد بهذا الشكل هو أن يعبدوه، أن يوحدوه، أن يخلصوا له العبادة، أن يطيعوه، إلى غير ذلك من الأشياء. فهذا حقه سبحانه وتعالى لازم للعباد وواجب عليهم، والله مختص بذلك لا يشاركه سبحانه وتعالى أحد. وجاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ رضي الله عنه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وكان رديفه عليه الصلاة والسلام، قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. هذا حقه سبحانه وتعالى، أي أن نعبده لا نشرك به شيء. وحق العباد على الله إذا قاموا بهذا فلهم أيضا حق، وهذا الحق لا أحد يوجبه على الله. هذه عقيدة أهل السنة، لا أحد يوجب على الله شيء. الله سبحانه وتعالى لا أحد يوجب عليه شيء، هو الملك الديان الكبير المتعال، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، ولكن أفعاله مرتبطة بالعلم والحكمة والقدرة وإلى غيره. لكن لا نوجب على الله شيء، ولكن الله أوجب وكتب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، وكتب على نفسه كذلك في مثل هذا الحديث ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وفي رواية أخرى أن يغفر لمن لا يشرك به شيئا، وفي رواية ثالثة أن يدخل الجنة من لا يشرك به شيئا. فهذا تقريبا موضوع حق الله على العباد، وأن الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى ويوحدوه. بارك الله فيك شيخنا يعني ندخل إلى موضوعنا في هذه الحلقة. ما هو التوحيد؟ طيب، موضوع التوحيد هو مرتبط بنفس النقطة اللي ذكرتها في البداية. فالتوحيد هو الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى، أنه واحد لا شريك له، أنه فرد، أنه صمد، أنه لم يلد، أنه لم يولد، أنه لم يكن له كفوا أحد. يعني سورة الإخلاص تكاد تعبر عن ما يمكن أن نسميه بالتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الذات، أهم نمط من أنماط التوحيد أو نوع من أنواع التوحيد بعد الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى. لأن أول شيء لابد أن تقر بأن أن تؤمن أن هنالك رب وإله وخالق لهذا الكون. طيب، بعد أن حصل هذا الإقرار، لأن بعض الناس يقرون بوجود الله، يقول لك هذا الكون له إله، ولكن مشكلتهم بعد ذلك في طبيعة تصورهم للإله، طبيعة التصور لله. النقطة الأساسية في موضوع التصورات هو واحدية الله سبحانه وأحديته، فرد صمد، أنه فرد صمد. هذه سبحان الله لخصتها العقيدة الإسلامية في سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه تلخص لك إيه؟ تلخص لك معنى التوحيد. يعني الآن هذا التوحيد الذي يشترك فيه البروفيسور مع الشخص العامي، الله سبحانه وتعالى أحد، الله واحد أحد فرد صمد تصمد إليه الخلائق وتقصده. أيضا هذا تصور أنه أحد، أنه واحد، فتنفي عنه الثنائية والثلاثية والرباعية، نفيت عنه التعدد، نفيت عنه الزوجية. طيب، ثم تنتقل بعد ذلك إلى لم يلد، فنفيت عنه عملية التوالد، أن يكون هنالك شيء بعض منه، أو أن يكون هو بعض من شيء آخر، فهو تنفي عنه الجزئية والتبعيضية. فالله سبحانه وتعالى ليس جزءا ولا بعضا عن شيء سابق، وليس هنالك شيء عنه أيضا. فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد.
فالله سبحانه وتعالى قائم بذاته، ففكرة التوالد منفية، وبالتالي هنا نفي تماما لعقيدة النصرانية التي تعتمد على قضية التوالد، إنه والله هنالك لله ولد لم يلد ولم يولد. ولم يكن لاحظ له الآن، كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. هذه كلها الآن تشكيل يعني أخرجت بكل واحدة من هذه أشكال. فمثلا قل هو الله أحد نفت الآن كثير من عقائد الوثنية القائمة مثلا على إله النور وإله الظلام، إله الشمس التعددية، هذا التعدد، إله الخير وإله الشر. لا، نحن عندنا إله واحد، وبالتالي العقائد الوثنية كلها القائمة على تعددية الآلهة بطلت. الله الصمد، الله الصمد هنا كلمة الصمد إما أنه الذي كما جاء في بعض التفاسير ليس بأجوف، إنما الله سبحانه وتعالى خالي عن التجويف، لأن المخلوقات فيها هذا النوع من التجويف، فالله سبحانه وتعالى الصمدية تعني نفي التجويف، أو تعني من يصمد إليه الخلائق ويقصدونه، فلا أحد تقصده الخلائق كلها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو واحد وهو مقصود، وهو أيضا نفينا عنه التركيب والتجويف. طيب الله أحد هذا على مستوى توحيد الذات، ثم نفينا بعد ذلك عنه التوالد، فليس الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فلا أحد يستطيع أن يقول والله لله أب، ولا أحد يستطيع أن يقول لله ابن. نقطة مهمة هذه شيخنا. هذه سبحان أصول العقائد التي الآن تلاحظها من عقائد الضلال ما بين الوثنية والنصرانية مثلا، هذه الإشكالية. المجوسية الآن كانت قائمة على فكرة تعدد الآلهة، وعندنا النصرانية قائمة على فكرة التوالد، أن لله ولد أو أن لله صاحبة، لأن هذه مسألة مهمة جدا. فلم يلد ولم يولد نفيت عنه البنوة والأبوة والصاحبة. هي نقطة شيخنا المعذرة، ممكن تكون استثارة للموضوع، ولكن كيف ممكن نرد على أناس يقولون من أوجد الله، بحكم أنت الآن تقول لم يلد ولم يولد وليس له أب ولا أم؟ نعم. فكيف ممكن أن نرد عليهم؟ جيد، هذه سأتيها، بس خلينا أكمل الفكرة الأولى، فكرة التوحيد حتى تتضح الصورة بالذات. نفينا الآن 3 أشياء: نفينا البنوة عن الله بهذه الآية، ونفينا الأبوة عن الله، أي أن لله له ولد أو له أب، ثم نفينا الصاحبة ما دام أنه لم يلد ولم يولد. التوالد يبنى على هذا النوع من التزاوج. نفينا عنه فكرة الزوجية، فليس لله صاحبة، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا الآن طبعا اكتملت الشغلة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وصف نفسه في هذا الآية، ليس له مكافئ، ليس له مثيل، ليس له شبيه، ليس له نظير. فالله سبحانه وتعالى في كل هذه القضايا التي ذكرناها ليس له مثيل في واحديته وأحديته، ليس له مثيل في صمديته، ليس له مثيل في أنه لم يلد ولم يولد. فالبشرية والخلق كلهم يرتبطون بهذا النوع من التوالد. وأيضا ولم يكن له كفوا أحد، فلا مثيل له في ملكه، لا مثيل له في خلقه، لا مثيل له في ألوهيته، لا مثيل له في ربوبيته، لا مثيل له كذلك في أسمائه وصفاته جل جلاله. فأنت بهذا الشكل تكون قمت بما يجب عليك من من التوحيد. هذا تصور الذات الإلهي، تصور الذات الإلهي. ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك، بعد أن الآن هذا توحيد الذات، هذا الأصل، أو قلت أن الله موجود، ثم هذا الوجود بنيته على تصور معين، يختلف هذا التصور عن كل العقائد الوثنية والنصرانية وغيرها التي تعتمد أفكار خاطئة عن هذا التصور التوحيدي. ثم تأتي بعد ذلك إلى مسألة الألوهية والربوبية، فالألوهية على كل، والربوبية ممكن إن شاء الله نتكلم عنها. لكن التوحيد هنا بعد أن حسن التصور تلجأ إليه وتسأله وتقصده وتطيعه وتتلقى منه الشعائر وتتقبل منه الهدايات التي يوجهك بها، وتلزم طاعته وتلزم حبه، وتلزم كذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كمال الحب مع كمال الخضوع، تخضع له خضوعا كاملا وتحبه حبا كاملا. طبعا بالنسبة لمسألة السؤال الذي دائما يثيره الناس حول أن نحن إذا كنا نقول بأنه والله لا كل خلق لا بد له من خالق، ابتداء طبعا نحن أمام سؤال خاطئ، والسؤال الخاطئ إذا أردت أن تدخل معه في إجابات تتوه. مجرد ما يقول لك يعني كل شيء خلقه الله فمن خلق الله، هذا سؤال الخالقية.
فمجرد أن تقول والله هنالك خلق وهنالك خالق يخرج الله عن دائرة الخلق، فهو ليس مخلوقا حتى نجيب عليه بإجابة إيه؟ إجابة المخلوق. بإجابة المخلوق. إجابات المخلوق أن تقول والله كل مخلوق له خالق. هذه الناحية المنطقية، كل مخلوق له خالق، لأنه أنت أصلا وجدت. نعم، أنت وجدت، كل مخلوق له خالق. طيب هذه القاعدة تسري على الخلق لكنها لا تسري على الخالق. الخالق قاعدته أنه قيوم بذاته لم يوجده أحد، أنه هو قائم بذاته، قديم بلا ابتداء، دائم من إيه؟ بلا انتهاء، أو هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالله سبحانه وتعالى لا يدخل معنا في قانون الخلقية حتى نتكلم عن أنه والله من خلق الله سبحانه وتعالى. لكن هنالك طبعا إجابات كثيرة جدا فيما يتعلق بهذا السؤال تحديدا، حول نقطة أنه لا بد أن تكون للأسئلة نقطة ابتداء، ولا بد لها أن تكون أيضا لها نقطة انتهاء. فيقال إذا بدأت تقول والله من طيب حتوصل لنقطة وأنت أمامك شيء واضح في قضية الخلق، نحن نقف عند النقطة التي يعجز فيها العقل عن التصور، وهو هذا السؤال. نحن نقول الآن خلق الله السماوات، خلق الأرضين، خلق الإنسان، خلق كذا، خلق في عالم الخلق، نستطيع أن نجيب بالتسلسل، ما في إشكال، يمكن أن نجيب بهذا. لكن أول ما تصل إلى انتهاء الخلق يبدأ معنا بعد ذلك سؤال الحق وسؤال الخالق، وهنا سؤال الخالق منطقه مختلف عن سؤال إيه؟ سؤال الخلق وسؤال المخلوق. بارك الله فيك شيخنا، ممكن ذكرت في مصطلحين من المصطلحات التي ذكرتها الآن، الألوهية والربوبية. نعم. كيف ممكن أن نفرق بينهما؟ الألوهية والربوبية كيف نفرق بينهم؟ طبعا الله سبحانه وتعالى هنالك ثلاثة أسماء تعتبر الأسماء المركزية وأصول الأسماء، يعني أسماء الله الكثيرة هذه التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الأسماء الثلاث التي تندرج تحتها ويحصل تقسيم بناء عليها هي اسم الله، واسم الرب، واسم إيه؟ الملك. نعم. اسم الله، اسم الملك، اسم الله والرب والملك. نعم، اسم الله واسم الرب واسم الملك، أو الإله، خلينا نقول الإله والرب والملك. وهو في قوله تبارك وتعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، فبدأ بإيه؟ بربوبية، برب الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. لاحظ هذه الثلاثة هي سبحان الله أصول الأسماء. فأن تقر لله بربوبيته، وأن تقر لله بألوهيته، وأن تقر لله سبحانه وتعالى بملكه أنه الملك، هذه الثلاثة فعال لما يريد. نعم. سبحان الله كل الأسماء لو وضعتها في قائمة تلقاها إما تدخل في مسمى الإله، أو في مسمى الرب، أو في مسمى إيه؟ الملك أو الملك. طيب نلاحظ اسم الإله يقابلها الله، صحيح، الله. اسم الرب هو من التربية، المربي، المدبر. طيب لكن سبحان الله في القرآن الكريم اسم الربوبية يطلق عليه الرحمن. لاحظ اسم الربوبية يعني الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله اسم ألوهية، الرحمن اسم ربوبية. صحيح. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب نلاحظ أن اسم الله قد تكون الآن واضحة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إذا جمعت لا إله إلا هو الرحمن دائما مع بعض. طيب وبسم الله الرحمن الرحيم، فجمعت البسملة نفسها اسم الإلهية واسم إيه؟ اسم الرحمن، اسم الربوبية. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. آخر آية ماذا قال؟ ختمت الآية بقوله تبارك اسم إيه؟ تبارك اسم الله، تبارك اسم ربك، اسم ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك. نعم تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فاسم الربوبية إيش الآن؟ الرحمن. طيب نأتي الآن إلى الملك. عندنا اسم الألوهية الله، اسم الربوبية الرحمن. ستلاحظ أن اسم الملك سيكون مقسم بين الألوهية وبين
بين الرحمانية. لماذا؟ صفة الملك فهو الجبار، هو المهيمن، هو المسيطر، هو مالك الملك، هو هذه الصفات التي فيها صفات الجلال والعظمة والكبرياء والكمال. نعم. بحكم ملكية، بحكم أنه ملكه الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى، فهو المالك له. المالك للشيء يتصرف فيه، المالك المدبر المتصرف. المتصرف. فكون الله ملك إذن هو مشرع، إذن هو حاكم، إذن هو يعني يتصرف في ملكه كما يشاء، التشريعات التي تسري فيه بحكم كونه المالك جل جلاله. فنحن نكون الآن إيش قال؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين. لاحظ الآن سبحان الله، بدأنا بهذه الثلاثية، الله الرب الملك. هذه الثلاثية سبحان الله مهمة جدا فيه. وبالتالي اسم الله هو المعبود، والوله أو الإله مأخوذ من الحب، فهو لهه القلوب وتحبه القلوب وتتوجه إليه القلوب. فهنا لاحظ الآن الله ما أخذ من من حبنا له، والرب من أنه هو المربي لنا، هو الذي يدبر أمرنا، يصرف شؤوننا. لاحظ الملك هو الذي يضع لنا التشريعات والقوانين والنظم التي تدبر حياتنا وشؤوننا. وبالتالي أنت تتعاطى مع التوحيد بهذا الشكل، أن اسم الله هو من العباد كما يقولون إلى الله. وغالبا نلاحظ أيضا اسم الألوهية يرتبط اسم الله يرتبط بالخلق. فلا أحد مستحق للألوهية والعبادة والمحبة إلا أن يكون خالق. صحيح كده. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم قل ادعوا الله. وعلى كل أكثر من آية تلاحظ فيها ارتباط. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب، وكذلك يثبت الله سبحانه وتعالى الألوهية من خلال خلقه. هل من خالق غير الله؟ فمسألة الخلق مرتبطة بالألوهية. مسألة التدبير والإعطاء والمنع والرعاية هذه مرتبطة بالربوبية. الملك مرتبط كما ذكرنا بالتشريع وغير ذلك. بارك الله فيك شيخنا. ممكن استشفيت من الثلاثية الجميلة هذه، الإله والرحمن أو الرب والملك، أنا زي ما قلت إنه الإله دلالة على إنه الحب أو المحبة. نعم. والربوبية على إنه التربية نعم. والحنان يدبر. نعم. وممكن الملك من ناحية القوة والجبروت. نعم. وكذلك في النهاية فأنت تجمع بين هذه كلها. فعندما تتصور أن الله هو المألوه المحبوب، وتتصور الرب أنه الذي يعطي ويمنع ويرعاك وكذا، لكن في نفس الوقت لو أنك فقط تعلقت بالحب ولم تتعلق بالعظمة والهيبة ربما تفسد حياتك. صحيح. فأنت من جهة تنظر إليه بحب، ومن جهة أخرى تنظر إليه بعظمة وكبرياء وهيبة. هذه الوزنة هي التي تجعل الإنسان متوازنا في حياته. فلا هو متعلق بالحب الذي ينسيه تماما العذاب، ولا هو أيضا متعلق بالعذاب والنار وجهنم وكذا وينسى عظمة الله وينسى رحمة الله وفضل الله. فأنت دائما بين هذين الأمرين. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا.
أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور، ونجدد الترحيب أيضا بالشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نستكمل الحديث شيخنا ونبدأ بسؤال: هل العبادة هي التوحيد؟ نعم، طبعا أولا لفظة عبدة يقال مثلا طريق معبد هو طريق مذلل مسهل، يعني طريق مذلل سالك، ولذلك لفظة العبادة فيها التذلل لله سبحانه وتعالى. تارة تأتي بمعنى التوحيد وتارة تأتي بمعنى الشعائر، يعني هي العبادة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراد أن يعرف العبادة قال هو كل قول أو فعل أو عمل أو اعتقاد، يعني داخل فيها كل هذا المسمى، يعني صغيرا كان أو كبيرا فهو يدخل في مسمى العبادة ما دام أن الإنسان يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. ويمكن كذلك الإنسان أن يقصد غير وجه الله فيكون عبدا له، يعني فمثل الله سبحانه وتعالى لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسرها بعض أهل العلم أنه إلا ليوحدون، أي يوحدون الله سبحانه وتعالى، فهنا جاءت بمعنى لكن أيضا من لوازم هذا التوحيد، من لوازم وحدة توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه ذكرنا الآن الرحمن الرحيم الملك، أنه يكون محبوبا، يكون مطاعا، يكون مدعوا، يكون مشكورا، وهكذا. فأنت لا يمكن أن تكون والله موحد لله سبحانه وتعالى ولا تكون هنالك أعمال تقوم بها تجاه هذا الرب الذي خلقك وأوجدك. فالعبادة أحيانا تعني التوحيد كما في الآية التي ذكرت إلا ليوحدون، وكل الآيات التي فيها يعني الرسل. لاحظ الله سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا توحيد الله سبحانه وتعالى. ومثلا ونوحا إذ قال لقومه يا قوم اعبدوا الله، هود قال لقومه يا قوم اعبدوا الله. هذا كله له علاقة بمسمى التوحيد، يعني التوحيد أصل في مسمى إيه؟ أصل في مسمى العبادة، وهو أساس طبعا في هذا الموضوع. لكن أيضا يدخل في مسمى العبادة، الآن نحن مثلا يدخل في مسمى العبادة كافة الأعمال التي نطيع الله سبحانه وتعالى فيها، فنحن نعبده بطاعته، نعبده بدعائنا له، نعبده كذلك بقصدنا الحسن،
نعبده بمحبتنا له سبحانه. هذه كلها على كل تدخل تحت كلها دلائل له. لا، كلها تدخل فيها. وبالتالي من لوازم التوحيد أن نعبد الله سبحانه وتعالى عمليا. ومن لوازم كذا أو من أصل أو ما يصحح هذه الأعمال أن تكون هنالك حالة توحيد قائمة، فلا يمكن لإنسان مشرك أو كافر أن يقبل منه عمل من الأعمال. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، جزئية إرسال الرسل والأنبياء إلى العباد، ما الحكمة في ذلك؟ طبعا الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني لو قيل والله لماذا بعث الله الرسل، ببساطة هذه الآية تكاد تجمل أو تجمع لنا الحكمة الأساسية، الغاية من بعث الرسل. والآية التي تلوتها من قبل أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن هذه تدخل في الأولى بمفهوم القسط. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذا القسط أعظم أنواع القسط وأعظم أنواع العدل هو العدل مع الله، وهو توحيده سبحانه وتعالى. فالتوحيد أعظم العدل، والشرك أعظم الظلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسمى الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم لله، والتوحيد قسط وعدل. وقمة العدل التوحيد، وقمة الظلم الإشراك بالله سبحانه وتعالى والكفر، والكافرون هم الظالمون. ونلاحظ أن الرسل ما بعثوا إلا لهذا القسط، بعثوا لتحقيق تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى في علاقة العبد بربه، وتحقيق القسط في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. فالقسط والعدل مطلوب سواء مع الله سبحانه وتعالى أو فيما بين العباد. فالرسل باختصار شديد جاءوا لبيان عقيدة التوحيد مع الله، وبيان منظومة الحقوق والعدل في العلاقات الإنسانية، وعلاقات الإنسان مع أخيه الإنسان أو مع البشر الذين يحيط بهم. وبالتالي باختصار الرسل جاءوا لبيان توحيد الله، وجاءوا لبيان كذلك العدل بين الناس. الأول يتحقق فيه بمعرفة الحق جل جلاله إجمالا وتفصيلا، وهو التوحيد. وبالثاني ما يسمى بقضية الاستخلاف والعمران والهداية، اللي هو الحياة الطيبة التي تتحقق من خلال العدل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يقول: تدوم دولة الكفر مع العدل، ولا تدوم دولة الإسلام مع الظلم. فنحن مطالبون في دنيانا بالعدل مع الناس، ومطالبون كذلك في علاقتنا مع الله بالعدل والتوحيد مع الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا، الله أرسل الأنبياء وأنزل دينه لنا للبشر. الدين واحد ولكن رسالات مختلفة. ما الفرق بين الرسالات المختلفة والدين كقاعدة؟ نعم، هنالك طبعا 3 مصطلحات مهم جدا للإنسان أن يستوعبها، وهو يعني يدرس علم العقائد أو علم الأديان بشكل عام، وهو الدين والملة والشرعة والمذهب. الدين والملة والشرعة والمذهب، دي 3 مصطلحات. الدين يقال أنه ما هو منسوب إلى الله، فالدين المنسوب إلى الله واحد: إن الدين عند الله الإسلام. فالله ليس له أديان متعددة، دينه واحد. دينه واحد، القائم على فكرة التوحيد التي ذكرنا، قائم على توحيد الله. إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، هنالك إذن رسالات متعددة: رسالة نوح، رسالة هود، وصالح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء يشتركون في الدين ويختلفون في الملة، أو يختلفون في الشريعة، يشتركون في التوحيد ويختلفون في الشرعة والمنهاج. لكل منهم شرعته ومنهاجه، ولكن الأصل واحد، وهو كلهم أن اعبدوا الله ولا تشركوا به، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، هذه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا
والذي أوحينا إليكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين هو إيه؟ هذه الأصول التي جاء بها نوح وجاء بها إبراهيم وجاء بها موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. أصل الدين هذا واحد. طيب، لكن هل الشرائع واحدة؟ يعني هل الأحكام، هنا الشرائع أقصد بها الأحكام والشعائر، هل واحدة؟ ليست واحدة. فجعل الله سبحانه وتعالى لكل منهم شرعة ولكل منهم منهاج. المنهاج هو السبيل والطريق، والشرعة هي إيه؟ هي الأحكام التفصيلية من أحكام عبادات ومعاملات إلى غير ذلك. طيب، ستلاحظ بأن الأحكام التشريعية منذ نوح عليه السلام هنالك اختلاف. منذ نوح هنالك تراكمية في بعضها واختلاف في بعضها الآخر. فمثلا تراكمية في مفهوم الصراط، تراكمية في مفهوم إيه؟ الصراط الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المعنوي، هذا الذي يبدأ من نوح عليه السلام وينتهي إلى محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ومن سار على هذا الدرب. هذا الصراط هو منظومة القيم التي يتفق فيها الأنبياء بالتراكم. فمثلا نموذج، أضرب نموذج، أن الله سبحانه وتعالى شرع في منظومة القيم بر الوالدين مع نوح عليه السلام. يعني من أهم القيم التي بدأت مع نوح توحيد الله وبر الوالدين والتوبة والاستغفار. يعني نوح عليه السلام ما كانت عنده تفاصيل كثيرة. بر الوالدين كحق من حق، يعني أول حق للبشر مع نوح علاقة الولد بابنه. أول حق لله سبحانه توحيده بدأ مع نوح عليه السلام، لأن الحياة قبله كانت توحيد من آدم إلى نوح، لكن بدأ الشرك من قبل نوح، ونوح كان محاولة تصحيح. كان الناس أمة واحدة فتفرقوا واختلفوا، فبعث الله الرسل بعد ذلك. فأول رسول بعثه الله سبحانه لتصحيح هذا الوضع. ثم بعد ذلك منظومة القيم اللي نسميها نحن الوصايا أو نسميها المحرمات، هذه كانت سبحان الله كل مرة تزيد 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 إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق اللي نحن ممكن نطلق عليها قيم أو نطلق عليها الصراط المستقيم أو نطلق عليها الفرقان، كل هذه المسميات تجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى لهذه، وتسمى الحكمة أحيانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا في سورة مثلا الإسراء، قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ثم قل تعالوا أتلوا ربكم عليه، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لاحظ الآن أنت أمام تراكم في القيم وتتابع بصورة كاملة دون تغيير في التوحيد، واختلاف في التشريعات. ينسخ الله سبحانه وتعالى، يضيف، يحذف، يصدق لما سبق، وهكذا. حتى عيسى عليه السلام لما جاء لبني إسرائيل موضوع التوحيد كان ما فيه إشكال، لكن فيما يتعلق بالحلال والحرام يحل لهم بعض ما كان، يحل لهم بعض ما حرم عليهم، وهكذا. فهذه هي طبيعة إيه؟ طبيعة الدين اللي هو التوحيد، وأصله تقريبا واحد بين الرسالات، الشرائع المختلفة بين الرسل، ومنظومة الأخلاق اللي هي تراكمية في كل مرحلة يدخل علينا مفهوم من المفاهيم، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم هذا الوضع. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بر الوالدين وعدم قتل النفوس والعفة وعدم الفواحش والموازين والمكاييل، الآيات الواردة في سورة الأنعام هذه اكتملت مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن عندنا دين منسوب إلى الله، شرع منسوب إلى الرسول. ممكن نقول نحن شريعة موسى، شريعة إبراهيم، شريعة محمد، لاحظت؟ لكن ما حنقول إيه توحيد موسى، توحيد، لا، التوحيد واحد. العقيدة التي تبنى على هذا هو قل هو الله أحد الله الصمد من نوح عليه السلام وإلى آخره، ما حصل فيه اختلاف. للأسف الشديد الضلال الذي حصل لبعض بني إسرائيل فيما يتعلق باليهود الذين قالوا عزير ابن الله، أو النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، هؤلاء خرجوا طبعا عن منظومة التوحيد. بالنسبة للشرائع تنسب إلى الرسول، فتقول شريعة محمد، شريعة عيسى، شريعة، لاحظت؟ المذهب هو عبارة عن اجتهاد ورأي واختيار داخل الايه؟ داخل الشرعة. فنحن نقول مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أبو حنيفة، اجتهاد عالم. فالتوحيد
الدين ينسب إلى الله، والشرعة والملة تنسب إلى الرسول، والمذهب ينسب إلى العالم داخل هذه الرسالة الواحدة. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، أهمية دور نوح عليه السلام في هذا الدين يعني ممكن أن نقول أنه الوحيد الذي ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أنه نبيا رسولا بهذا النص، فدوره كان مهم جدا في هذه الأمة. ننتقل شيخنا إلى سؤال آخر. تكلمنا عن حق الله على العباد، فممكن أن نفصل أكثر في حق العباد على الله أو إلى الله. نعم، حق العباد على الله. على الله جاء طبعا في الحديث نفسه، في ختام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء، أو أن يغفر لمن لا يشرك به شيء، أو أن يدخل الجنة. وأنا في البداية ذكرت بأن هذا الحق وحق أوجبه الله على نفسه، ولا أحد يوجب على الله شيء. نحن لا نوجب على الله أن يدخلنا الجنة، لأننا نحن عبيده وخلقه ومملوكين له، والمالك يفعل في مملوكه ما شاء. هذه، لكن الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، وأوجب على نفسه العدل، وأوجب على نفسه الرحمة. دي كلها أشياء أوجبها الله سبحانه وتعالى على نفسه. فمثلا نلاحظ أن توحيد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر العظيم الذي حقيقة لو قام به الإنسان، المكافأة لذلك أو ما أوجبه الله على نفسه أنه لا يعذب من لا يشرك به شيء. حقيقة هذه المسألة طبعا تشكل عند كثير من الناس. هل والله فقط التوحيد كافي لأن أنت ما تعذب؟ هذه لا بد أن تجمع مع بقية مع بقية النصوص الأخرى. والله سبحانه وتعالى هنا نلاحظ فيما يتعلق بحقه جل جلاله. حقوق الله كثيرة، لكن أعظم حق هو هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن له عليه له حقوق أخرى غير توحيد الله، لله حقوق. طيب. الله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الأحاديث قال: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية يكاد تكون منطبقة على هذا الحديث. طيب، في حقه سبحانه وتعالى يتجاوز ويغفر ويسامح ويعفو إلا في قضية واحدة، وهو التوحيد. طيب، إيش حق العباد؟ هل في حق العباد يتسامح؟ لا يتسامح. هذه لا بد أن ننبه لها الناس، لأن بعض الناس يتصور كونه والله اجتنب الشرك وكذا خلاص الملف بالنسبة له ويظن خلاص يظلم الناس ويتعالى عليهم ويتقطرس عليهم ويظلمهم ويأكل أموالهم. لا، الله سبحانه وتعالى هذا ما أفهمه على كل، هو أنه فيما يتعلق بحقه جل جلاله يتسامح في كل شيء إلا في الإشراك به. في حقه حقوق العباد قائمة على التكفير لا على الغفران. لاحظ، حقوق العباد قائمة على التكفير لا على الغفران. الله يغفر في حقه ويكفر في حق العباد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، مش كده؟ ربنا اغفر لنا ذنوب وكفر عنا سيئاتنا. ليش قلنا والله اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا؟ لأنه فرق بين التكفير والغفران. أحسن. فالذنوب غالبا متعلقة بحقوق الله. الذنوب غالبا لما يقال ذنب متعلق بحقوق الله سبحانه. لما يقال سيئة، السيئات غالبا متعلقة بحقوق العباد. فحقوق الله يغفرها الله، وحقوق الله يغفرها الله، وحقوق العباد يكفرها الله. طيب، إيش التكفير؟ التكفير هو إنه والله تؤخذ بعد كده بالحسنات والسيئات، يحصل تغطية، يغطي لك الله من فضله، يأخذ من هذا أيوة. فهنا أمرين، التكفير يكون بحالتين: إما تكفير من العبد للعبد، تؤخذ من حسنات والسيئات، يعني عملية الحساب يومها هو عبارة عن حسنات وسيئات، ما في لا درهم ولا دينار ولا قوة ولا ناصر، عندك حسنات وعندك سيئات التعامل معها. فكل المظالم تغطى من هذه، تكفر من هذه. الكفر هو التغطية، مش كده؟ الآن أنت في البنك يقول لك والله عمل لي عمل لي حسابك فارغ، عمل تغطية، مش كده؟ عمل لي تغطية. طيب، هذه التغطية إما أن تكون من حساب العبد أو تكون من فضل الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ما يترك، ما يقول لك والله خلاص الموضوع ده نحن تجاوز، لا، يعطيك مقابله. حقوق العباد لا بد أن تؤخذ بالميزان العدل،
إما بتغطية من العبد وإما بتغطية من الرب جل وإن جلاله. غفر للشخص. نعم، هي أحيانا يأتي الرجلان كما جاء في الحديث، يأتي رجلان أحدهما قاتل للآخر يوم القيامة، يختصمان يا رب هذا قتلني. يعني القتل فالله سبحانه وتعالى طبعا موضوع القتل معروف الإشكال، فالله عز وجل يعطي المقتول ما يرضيه بالعدل، فيضع له من الحسنات ربما لم يخطر بباله، فيرتفع في مقامات عالية جدا، فيقول أرضيت؟ فيقول نعم، فيأخذ بيد قاتله ويدخلان الجنة مع بعض. فهذه تغطية من الرب. لكن هنالك حديث المفلس تغطية من العبد. من هو المفلس؟ تدرون من المفلس؟ قال الله ورسوله أعلم. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من تكون له أعمال كثيرة جدا ولكنه يأتي يوم القيامة وقد قتل هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا، فتؤخذ كل هذه المظالم من حسناته، يعوض كل هؤلاء الذين ظلمهم الإنسان، يأخذون من حسناتك، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم. صحيح. خلاص هنا حسابه انتهى، يبقى بعد كده يتحول سيئات هؤلاء إليه، فتؤخذ من سيئات هؤلاء. قال حتى إذا أثقل بهذه السيئات رمي والعياذ بالله في النار. فهذه مسألة خطيرة جدا، لأنه بعض الناس زي ما قلت لك يفهم إنه والله تحقيق التوحيد يلزم منه إنه خلاص، لا، هذا فيما يتعلق بحق الله تبارك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حقه سبحانه. حقوق العباد قائمة على المشاحة وعلى الأخذ والرد والتسامح والكفران، وهذه حسنات وسيئات، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة. دمتم سالمين. ha ha ha